شوكولاتة دبي عملناها وما طلعتش حلوة ولا اي حاجة خالص. مش اي حاجة تسمعوها تصدقوها يا جماعة. وتابعوا معايا الفيديو الاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت حلوة كده زيك واشتراك للقناة. وعايزة اقول لكم انها ما طلعتش حلوة ولا حاجة، دي طلعت تحفة جدا. كان نفسي تطلع وحشة عشان اقول لكم ما تصدقوش، بس طلعت رهيبة. تعالوا نشوف طريقة التحضير اللي احنا عملناها. اول حاجه جبنا القوالب دي ما بيلزقش فيها، وديت بتبقى موجوده عند مستلزمات الحلواني، وموجود منها اشكال كتير، في مربعه وفي مستطيله وفي اصغر وفي اكبر زي ما انتوا عايزين. دي بديل القوالب السيليكون اللي مش متوفر عنده زي حالاتي كده. فاحنا بقى ايه، جبنا شويه شوكولاته بيضه سيحناهم وحطينا عليهم لون اصفر. الالوان دي طبعا حسب الرغبه، اللي متوفر عندك استخدميه. ولو عندك الوان بودره مش شرط ان انت تحطيها على الشوكولاته البيضاء وتعملي كده زي ما انا عملت، لا حطيها على طول وحطي فيها شوكولاته بيضاء. بس انا عشان كان عندي الوان جل. سيحت بقى شويه شوكولاته بيضاء وحطيتها كده فوق الالوان اللي احنا عملناها دي. والقالب التاني عملت لون بينك وحطيته برضو على شويه شوكولاته بيضاء وحطيناه بشكل عشوائي خالص. يعني مش شرط ان احنا بقى نقعد نرسم ونخطط لا عادي. انتوا فاهمين. فاحنا هنحط كده عادي. وبعدين هنحط برضو فيها شوية شوكولاتة بيضة سايحة. وهندمج بقى كل الكلام ده مع بعض. يا اما هتشيلي القالب ده تديله خبطتين كده، هتلاقي كل الالوان اندمجت، يا اما بمعلقة وهتبدأي ان انت تدمجيهم مع بعض. هنجيب بقى شوكولاتة خام، طبعا حسب الطعم اللي انتوا بتحبوه. في اللي هي بقى الدارك، وفي اللي هي بتبقى ميلك، دي بيبقى فيها نسبة لبن، فطبعا حسب الرغبة يعني. سيحناها في نفس الكيس، ولا شلنا ولا حمام بخار ولا الكلام ده. حطيناها في مية سخنة وهي ساحت لوحدها. ووزعناها في القالب زي ما انتوا شايف، يعني زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ ان احنا نمشيها يمين وشمال علشان تاخد الحواف بتاعتها. عايزين نعمل لها حاف كده من الجناب عشان لما نحط الحشوة ما تقعش. اهو. بصوا موضوع سهل وبسيط ومش محتاج تكلفة ولا اي حاجة. وعايزة اقول لكم ان الخامات اللي مستخدمينها دي رخيصة جدا. واللي عايز الشوكليت دوت يقول لي وانا هقول له في التعليقات انا جايباها منين وبكام، وبجد يعني رخيصة وطعمها حلو قوي. موضوع ما فيهوش اي صعوبة. والقالب التاني عملناه بنفس الطريقة برضو، حطينا شوية شوكولاتة كده. وهنبدأ ان احنا نوزعهم في الجناب كلها عشان نعمل لها حواف. علشان لما نحط الحشوة بتاعتنا هنحطها بقى في الفريزر تجمد شوية عقبال ما نحضر الحشوة بتاعتنا. وتعالوا نشوف عملناها ازاي. هنجيب شوية بقى كنافة كده موجودين عندنا من رمضان. طلعيهم يلا، لقينا لهم استخدام اهو. وهنحط لهم معلقة زبدة او معلقة سمنة، وهبدأ اقلب كله كده لحد ما تبقى لونها ذهبي. ما بنحطش سكر بودرة خالص عشان مش عايزاها ناشفة، عايزاها جوسي شوية. فحطينا السمنة بتاعتنا وقلبنا لحد ما بقت لونها ذهبي كده زي ما انتوا شايفين. هنرفعها من على النار. وتعالوا نشوف بقى الحشوات بتاعتنا. وطبعا الحشوات بتاعتنا دي حسب الرغبة. يعني انتوا بتختاروا النكهة اللي انتوا عايزينها في الحشوة بتاعتكم. انا قسمتها نصين. استخدمت زبدة البيستاشيو، ودي رخيصة جدا. يعني اللي عايز يقولي وانا هقوله جايباها منين وبكام. وبجد في منتهى الجمال، طعمها حلو قوي. هناخد بقى نص الكنافة كده ونحط معلقة واحدة بس. المعلقة دي بصي هتظبط لك الدنيا. وهنقلب بقى كويس. لو مش هتعرفي تتحكمي بالمعلقة بتلبسي جوانتي وتبداي ان انت ايه تدمجيهم مع بعض كلهم اهو. مش قادرة اقول لكم طعم الصوص ده عامل ازاي. هنجيب بقى التانية وهنستخدم بقى، عارفين انتوا الفيديوهات اللي فاتت كنا مستخدمين كريم كراميل كتير. فاحنا هناخد بقى الصوص اللي بيجي معاه وهنحطه معاه. شفتوا مفيش حاجة عندنا بتترمي. يعني استخدمنا صوص الكراميل وحطيناه مع الكنافة، ودي عملناها بنكهة الكراميل. ما بنرميش حاجة، بنلاقي لها استخدام برضه. كده عملنا حشوتين، زبدة البيستاشيو وعملنا بالكراميل. طبعا حسب الرغبة، انت ممكن تحطي صوص فراولة يعني لو عندك مفيش مشكلة. وهنبدأ نملى بقى الفراغات كده. يعني هنحط الحشوة ونحط كتير يعني ما تبخلوش. حطوا عادي اهو. هنحطها عادي كده بشكل عشوائي. وبعد كده هنبدأ ان احنا نوزعها بالتساوي بالمعلقة. هي بتمشي معاكي بسهولة جدا. يعني مش صعبة خالص. مش صعبة بقى ان انتي بتقعدي تزقي فيها يمين وشمال، لا هي بتمشي معاكي بالمعلقة على طول. في التانية هنحط برضو اللي احنا عملناها بصوص الكراميل، ودي برضو كان طعمها حلو قوي. جربوا الحاجات دي بجد والخامات مش غالية. الانواع اللي احنا مستخدمينها مش غالية خالص، وطلع فعلا في منتهى الجمال. وهنبدأ بقى نسيح الشوكولاتة تاني لو كانت جمدت معايا. وهنحط على الوش ونغطيه كله زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا ما بشوفش يا جماعة، فاللي متابع فيديوهاتي هيعرف ان انا عندي
يمين شمال شمال يمين يعني. بصوا اهو كده ملينا كل الفراغات. وهنبدأ نمشيها بقى بمعلقة كده، يعني اي معلقة عندك وتمشي بالراحة، هي طالما سايحة هتمشي معاكي بسهولة. بس كده يعني هنبدأ ان احنا نسويها، بس ان هي تبقى ايه، سوا واحد، عشان ما تبقاش في حتة اكبر من حتة. وهنبدأ نعمل التانية بنفس الطريقة. بصوا شكلها حلو ازاي، يعني ما خدتش وقت مننا خالص، حتى الحشوة بتاعتها يعني سهلة جدا، الموضوع مش صعب. هو صوص البيستاشيو اللي كانوا مستغلينه، فانا قلت لكم دوت زبدة البيستاشيو برضو رخيصة جدا. قولوا لي في الكومنتات وانا هقول لكم جايباها منين وبكام. حتى الشوكولاتة دي رخيصة قوي برضو. هنجيب التانية برضو وعملناها بنفس الطريقة اهو. هنبدأ نوزعها زي ما انتم شايفين كده، وخلاص هي كده جهزت معايا، مش محتاجة اي افتكاسة تاني. هندخلها بقى الفريزر لحد ما تمسك خالص، وما بتاخدش وقت برضو في الفريزر، يعني في ثواني هتلاقيها مسكت، لان اصلا شوكولاتة الخام احنا مش ما ضفنا لهاش اي اضافات. طلعناها بقى. بصوا ما احتاجناش بقى اللي احنا نفك ولا بتاع، قلبت على طول يعني زي قوالب السيليكون بالظبط. وده اللي انا اكتشفته في القوالب اللي هي البلاستيك دي. شفتوا الوانها خطيرة ازاي، لون حلو قوي، وعجبني اللون الجولد اكتر من اللون البينك كمان. لو كنا زودنا شوية في الاصفر يعني اتوصينا، كان هيبقى طعمه سوري شكله احلى، كان هيبقى شكله احلى. بحبكم جدا وتابعوني في الفيديوهات الجاية.